پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حق 6 روز ماه شوال ده 6 روز گرتنا روزی ماه شوال و هذا بيجي حديثي كخوي صحيح ده صيام رمضان ب10 شهر مها رمضان تكي الدهمة خيرك بدهاية أو الدهمة تي حسابه وصيام 6 أيام بشهرين روجيا 6 روجاجي أو جي دمها تي حسابه فذلك صيام السنة پیغمبر به أبا روجيا صالكي تمام بو يعني برمضان وبشش روجي شوال بيرة وكا كمروف صالكي روجي قلت بي خود تعالى جمروف قبولتكي يا باشوا كو رمضان خلاص بو همان مروف دست روجيا شش شوالي بكي جانا مانع چه دبن فرصت اجدسته مروف درافي انجاك وقتی که به تقسیم کردن لماه شوال 6 روزه ها مروف و مهده 6 روزه خو بگیره دی سوی خو دی خیره دده مروف عالم اسلامی ساقطنا مروف سراو که زحب سکنه مثلا روزیات دشنبو پرشنبه و حتیش مروف به مروف سر بسکنه در حق ویدجی پیغمبر هاد بیجی تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس شحفتي عمل إنسان رجاء دشنبو رجاء بيشنبه دشي حضور رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت يا استخوازم كو عملي من قبا هر عرضي خوده ببي شاني خوده بدن از بروجي بم بلد نابع عمل مده إلا روجي هبه الحديث كديدة پیغمبر دي ساعات بيجي تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين عمل إنسان ده هر جمعة ده دجار عرضي خدا دبه يوم الاثنين ويوم الخميس روجي الشنبو بيرشنبه فيغفر لكل مؤمن هر مؤمن اشترف خده و تعفو کرن إلا عبد بينه وبين أخي شحناء آنجا عبده کی کنا بینوی برای مسلمان ده بغضو کین هبه غید هبه فيقول اتركوا أو ارجعوا هذين حتى يفيئا دبي و هر دو ترک بکن و پاش بخن حتى كلاب نون حتى لب نون عملي و تأسقية دميني عملي و معلق دميني جوي قاسي جركا سيرو جا زحفتش نابينا مسلمان دا غيت توابنك ويكشي أيام البيض هنا حيف دوا دا زح بارلاقا پیغمبر صلى الله عليه وسلم در حق وعد جيد بيا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 جواتج مه 3 روز روزی بگیره روزا 13 مه 14 مه و 15 مه روزی بگیره یا أبا ذر حتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثه كي كو عبد الله كري عباس رواية كريا بكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر أيام البيض ند مال ند سفر ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوادا ند فطري إلا روجيا وادقك يعني مها هايوي روجا 13 مه 14 مه 15 مه وقت مروف هر 3 روزه بگیری هر وقتی که مروف صلوات بروجیه رب عزت صيام و قیامه به مها مبارک شما تبا قبول بکه